إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هي للأسف مشكلة أصبحت مشكلة صعبة، يعني أخذنا إلى حد كبير يا عمرو من الدين الإسلامي، وأنا المظهر وليس الجوهر. الست في رأيي ليست عورة. لا أعتقد أن هذا، يعني كرأي شخصي، لا أعتقد هذا هو طريقنا نحو التقدم، لأن النقاب في ذاته بيعكس فكر. أنا عاوز الست دي تبقى متحررة. إحنا قاسم أمين وهدى شعراوي أما رفعت النقاب البرقع التركي، واخد بالك، مش بنرجع لورا. إنما إحنا عشان كده أنا دايما أتكلم، إحنا بنتكلم النهارده في الشيعة والسنة والأقباط والمسلمين والكرد، بنتكلم لغة القرون الوسطى، بنتكلم زي ما كان بيتكلم حروب الكاثوليك والبروتستانت من سنة 1100.